أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج اللي لسه ما اخترعتلوش اسم. أنا النهاردة حبيت أتكلم معاكم النهاردة في موضوع حبيت إن أنا أفتحكم فيه أو نتكلم فيه مع بعض عن موضوع السوشيال ميديا وشهر والمشاهير السوشيال ميديا واللي إزاي بيأثروا على الناس والناس بتتأثر بيهم وكده. فطبعا خير مثال للموضوع ده موضوع الأستاذ شادي سرور، واللي عمله في خلال الفترة اللي فاتت إن هو طبعا الناس اللي متعرفش مين هو شادي سرور، هو واحد يوتيوبر مصري يعتبر أكبر يوتيوبر في مصر، وهو عنده حوالي 5 مليون أو 4 مليون ونص متابع، حاجة كده يعني. الراجل ده من 4 شهور أو 3 شهور تقريبا طلع بفيديو على اليوتيوب بيقول فيه إن هو زعلان أو متضايق أو كان هينتحر بسبب آراء الناس فيه أو انتقادهم ليه، بمعنى أصح يعني مش آراء، هو انتقادهم ليه، اللي بيشتمه مثلا واللي بيسب عليه والكلام ده كله. فالراجل زعل يعني، فقال لك ان هو رد فعله على الموضوع ده ان هو هيسيب السوشيال ميديا عموما، والفيديوهات اللي كان بيعملها هيبطل يعملها و... وفعلا قعد الفترة دي كلها ما نزلش ولا فيديو، فعلا حقيقي يعني. و... واختفى تماما عن السوشيال ميديا. بس الفكرة نفسها ان هو رجع ببوست على الفيسبوك من حوالي 4 5 أيام كده، بيتكلم فيه عن إن هو شايف أخلاق المسلمين وإن المسلمين أخلاقهم مش عاجباه، وإن هو الناس اللي بتشتمه ده حاجة، ده مش شيء من الإسلام، وإن هو بيرسم تاتو وإن التاتو ده حاجة عادية جدا. المهم يعني في كلام كتير كده ورغي ياما ومن الآخر أخد كلمة كده قال فيها إن هو هيسيب الإسلام او هيترك الاسلام يعني، الله اعلم بنيته. فالناس طبعا طلعت عليه وناس كتير ده طبعا هددته وشتموه، الله اعلم يعني ايه اللي حصل. تمام. وبعدين طلع بفيديو تاني على اليوتيوب بيقول فيه ان هو بيسيب الاسلام اللي هو بتاع الناس اللي بتشتمه، او ان المسلمين اصلا مش الاسلام ما بيدعوش لكده، وان الناس اللي بتشتمه دي بره الاسلام اصلا. ازاي انت مسلم وبتسب لي الدين مثلا؟ ازاي انت مسلم وبتشتمني؟ ازاي انت مسلم وبتعمل كل الكلام ده يعني؟ فهو شايف ان الاسلام من وجهة نظره ان الناس اللي بيسبوه ده، فهو هيسيب الاسلام بتاع الناس دي. الله اعلم يعني. انا اول مره اشوف حد بيصنف الاسلام كده يعني. فهو الاسلام معروف تمام، مش واقف على حد يعني، وان الاسلام انت باب الاسلام ده دين ما بينك وما بين ربنا، ومالكش دعوه بتعاملات الناس اللي فيه، لان الناس دي حسابها عند ربنا برضو. الناس البني ادم اللي بيشتمك ده بياخد سيئه تمام، مش يعني مش ربنا مش بيسيبه كده يعني. وانت اكيد لو انت مسلم عارف ان الاسلام دي علاقه ما بينك وما بين ربنا، ومحدش بيتدخل فيها يعني. انت ممكن تشوفني من بره غير انا من جوه، ممكن تشوفني انا بصلي وبصوم وكده، وتعرف ان انا انت قدامك ان انا بني ادم مسلم كامل وما عنديش اي غلطه وبتاع، بس ما بيني وما بين ربنا انت ما تعرفش، ممكن اكون بعمل كل ده عن طريق النفاق يعني، مش شرط. فحضرتك يا استاذ شادي فحضرتك يا استاذ شادي حاول ان انت ترجع في كلامك ده زي ما انت رجعت كده، بس ترجع ما بينك وما بين ربنا مش قدامنا. لان الموضوع موضوع انا اعرف زمان كانت الناس تقول لك بيشهر اسلامه مش بيشهر الحاده يعني. هو الاسلام يعني من كتر ما هو فخر لينا جميعا فاحنا بنشهره، مش بنشهر الالحاد. مفيش حد ملحد بيقول لك اشهر الالحاد، هو بيقول لك فلان الحد وخلاص يعني. انما حضرتك لو انت ربنا من عليك بالاسلام وان انت فاضل مسلم لغايه دلوقتي فعلا ما بينك وبين ربنا، اتمنى لك ذلك ان شاء الله. وحاول ان انت ترجع في الكلام ده ما بينك وما بين نفسك، مش شرط ان انت تنزل بفيديو او تبرر للناس انت ايه بالظبط ولا ايه علاقتك ما بينك وما بين ربنا. تمام. حاول ان انت ترجع لربنا بجد، مش كلام يعني. وحاول ان انت كلمتك اللي انت بتقولها تحافظ عليها. انت راجل بيتابعك يعني حوالي 4.5 مليون واحد يعني، غير الناس اللي بتجيلك من بره تشوفك، غير ان الموضوع لما بيتصار في ناس متعرفكش بتخش تتفرج عليك. فانت حاول ان انت تختار كلامك اللي انت بتطلع تقوله على الناس يعني، بس مش اكتر ولا اقل. ان كلمتك دي بتأثر على الناس، في ناس بتأثر عليها فعلا، وفي ناس بتاخد الكلام ده واحد تنتقدك اكتر يعني ان انت بتهرب منه او ان انت زعلان منه، هيجيلك تاني يعني، انت اللي بتعمله. فحاول ان انت يعني، هي كلمة يعني، انا مع العبد الفقير الى الله يعني، انا
انا راجل لسه بادئ في موضوع اليوتيوب طبعا، وممكن انت اصلا ما تشوفنيش، بس بس انا بقول كلمة حق يعني. ربنا يهدينا جميعا طبعا، ان مفيش حد فينا خالي من الذنوب وخالي من المعاصي، وربنا يهدينا جميعا. وحاول ان انت ان شاء الله يعني الايام اللي جاية تعمل حاجة كويسة وترجع تاني وكده يعني، ان شاء الله من نجاح لنجاح يعني تنجح اكتر. يعني انت راجل ناجح مش فاشل يعني بمعنى اصح. فمش عارف انت لو كنت فاشل كان حصل معاك ايه يعني انا ما اعرفش يعني. انت راجل كده يعني ضعيف كده قدام نجاحك، اما اللي قدام فشلك ممكن تبقى عامل ازاي يعني. انت لو فشلت ممكن تعمل ايه في نفسك او توصل لمرحلة ايه يعني. يعني انا حاول ان انت ان شاء الله نحسبك عند الله خيرا، وان انت فعلا على دين الاسلام وما طلعتش منه. وان شاء الله كلنا ربنا يغفر لنا جميعا يعني ذنوبنا. وحاولوا يا جماعه الناس اللي بتشتم والناس اللي بتقول اراء سلبيه والناس اللي بتعمل الحاجات دي، حاولوا انت يعني مش شرط ان انت تخش بني ادم ما تعرفوش ولا تعرف عنه حاجه تخش تشتمه او تخش تسبه او كده. انت ممكن تقول رايك في محتواه اذا كان عاجبك او مش عاجبك وخلاص على كده يعني. مش شرط ان انت تشتمه. هو مش اكيد طالع مش بيشتم الناس يعني. اكيد اي حد بيطلع يعمل فيديو مش بيشتم في حد مثلا او بيسب في حد، فانت بترد السبه بسبه او شتيمه بشتيمه. فحاولوا يا جماعه ان انتوا فعلا يعني، ممكن الحاجات دي بتأثر على بني آدم وبني آدم لأ، وفي واحد بياخد الموضوع عادي، وفي واحد بياخد الموضوع على نفسه، ممكن الموضوع ده يأثر عليه. فحاولوا ان انتوا يا جماعة يعني تختاروا ان انتوا تقولوا الكلام الصح يعني، او ان انتوا تقولوا رأيكم في اي حاجة وبدون تجريح يعني، بدون تجريح حد يعني. رجاء يعني. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله.